عجبتني جدا جدا وهي بتعلم بناتها يعني ان ازاي توطي علشان تجيب الحاجة، وازاي تبقى محافظة على ان جسمها ما يبقاش باين. بصوا، حلو قوي قوي ان انت تعلمي بناتك وهم صغيرين كل حاجة صح احنا اتربينا عليها. حتى القعدة، بصوا القعدة دي مش حلوة، بتعلمهم ازاي يقعدوا ويبقى القعدة بتاعتهم حلوة وفي نفس الوقت مش مكشوفين. طبيعي طول ما انت عندك بنوتة، بالذات البنات، بتبقي عايزة تعلميها حاجات كتير تبقى حلوة، وتتعلم كده تبقى نظيفة، وتعلم النظام وازاي تسرح شعرها وازاي تعتمد على نفسها في كل حاجة. شايفين؟ هي طريقة الأكل، بصوا يعني كده غلط وبتعلمهم الصح. فن التعليم للأطفال حلو جدا جدا، وأنا عجبني مجموعة الفيديوهات بتاعتها الصراحة، فحبيت اني انا اشارككم فيها. شايفين حتى طريقة ان هم لو قاعدين في مطعم ازاي حتى يطلبوا بكل ذوق وادب، ويختاروا ازاي، حتى في طريقة اوامرهم من على الترابيزة بتعلمهم الصح والغلط. شايفين؟ جميلة جدا جدا الحاجات التعليمية دي لبناتنا وأطفالنا، بتعلميهم وبتأسسيهم على حاجات صح. طريقة لو اللبس بتاعهم واسع او كده، فازاي علشان ما يطيرش منهم من الهواء ازاي تتحكم في الملابس بتاعتها وما تطيرش منها، عرفش؟ فبتوريهم الصح، وازاي كمان يقوموا او يساعدوا اللي بيقع. شايفين بقى حتى كمان لو هم راكبين باص او اي حاجة، ان هم يقوموا للكبير، يقوموا لحد تعبان، لواحدة حامل. يعني الادب والتعليم ده حلو جدا جدا لاولادنا كلهم. ودي ابنك او بنتك ان هم يقوموا للكبير، سواء راجل كبير او ست كبيرة او مريض. كده تصرف غلط اني انا اجيب المعلقة او الشوكة برجليا. بصوا، احط الحاجة واخدها. شايفين؟ بتعلمهم وهم بيقلدوها جدا، متجاوبين معاها، وفعلا هم أذكياء جدا. وعلى فكرة ان السن